زي ما عملنا مع بعض طريقة لانشون الفراخ وطلع حلو جدا، هنعمل مع بعض النهاردة طريقة لانشون اللحمة. هنعمله بطريقة خطيرة، وكمان هنحط له مكون هيبقى هو سبب المطة اللي موجودة في اللانشون. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا ميادة ودي قناتي. أتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه معايا 350 جرام من اللحمه المفرومه. يفضل يكون فيها نسبه دهن. هاخدها افرمها كويس قوي كده في الكبه. هي مفرومه وانا هزيد عليها فرمها كمان، لان عايزاه يبقى ناعم زي ما انتم شايفين كده. بمعنى اصح عايزاها تبقى زي معجون لحمه كده. تعالوا بقى نشوف المكون التاني اللي هيخلي لنا اللانشون فظيع وفيه مطة حلوة جدا. معايا 150 جرام من صدور الفراخ. ما تستغربوش يا جماعة من صدور الفراخ. أولا طعمها ما بيظهرش خالص، وتاني حاجة بتدي مطة حلوة جدا جدا للانشون بتاعنا. اللي جرب وصفات لانشون قبل كده عارف أنا بتكلم في إيه، لأن بيبقى فيه وصفات كتير قوي. اللانشون بيبقى دايب كده وبيبقى وحش جدا. هاخدها افرمها كويس قوي هي كمان في الكبه لعند ما تبقى ناعمه معانا. هنا كده اول مكونين جاهزين معانا. تعالوا نشوفوا بقى المكونات التانيه. معايا هنا بقى هنزل باللحمه، وهنزل بالفراخ المفرومه. هنزل هنا بربع معلقه صغيره من الكباب الصيني، وربع معلقه صغيره من الحبهان البودر، ومعلقه صغيره من بهارات اللانشون او بديلها بهارات البرجر، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود او الفلفل الابيض لو متاح، ومكعب من مرقه الدجاج اللي هي الفراخ. ماشي. وكمان مكعب من مرقه دجاج اللحمه. الاثنين مع بعض يبقى نحط واحد وواحد. هنا مكعب اللحمه بيبقى عامل زي المعجون شويه، فما كانش هيدوب معايا في الخليط ده، فحطيته بس شويه ميه دوبته كده، وبعد كده نزلت بيه على الخليط بتاعنا. ومعايا هنا لون احمر، ده لون غذائي على فكره. وحطيت بس رشه كمان من اللون الاحمر البودر بتعزز اللون شويه. ونزلت بنص كوبايه من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الثوم. ومعايا هنا 4 معالق كبار من الزيت. ومعايا هنا نص كوبايه من الميه فيها تلج على فكره. انا مش عايزه الخليط يسخن مني يا جماعه، فالميه لازم تكون متلجه. هبدا انزل بيها كده على الخليط بتاعنا. وهحط بس رشه من الملح بسيطه، لان احنا معانا البهارات اللي هي بتاعه اللانشون فيها ملح، وكمان المرقه، فمش هنزود طبعا ملح. هاخد الخليط ده كده واضربه كويس قوي لحد ما ينعم تماما، يبقى زي المعجون كده. هنا كده خلاص الخليط بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. هجيب بقى كيس حراري اللي بيدخل الفرن، وابدا افضي فيه الخليط كده. على فكره الكيس ده صحي جدا، ما تحاوليش ان انت خالص فيه ستريتش، لان الستريتش ما بيبقاش صحي خالص مع النار. هبدا كده اخبطه كده خبطتين كده على الرخامه، واسويه زي ما انتم شايفين كده. اخرج منه اي فراغات هواء علشان ما يبقاش فيه اي فراغات بعد ما يستوي. هجيب بقى ورق فويل والفه كده زي ما انتم شايفين على شكل اسطوانه. حاولي ان انت تقفليه كويس عشان ما يدخلوش اي ميه خالص، لانه لو دخله ميه اللانشون بتاعنا هيبوظ. هلفه كمان لفه كده. في الوقت ده بقى مجهزه حله على النار فيها ميه مغليه، وهبدا بقى اسقط فيها اللانشون. انا حطيت هنا في الميه شويه من الخل، لان المره اللي فاتت لما كنت بعمل اللانشون بتاع الفراخ ورق الفويل اكسد مع الستانلس وبوظ لي الحله بصراحه. هنا كمان لقيت الحله صغيره، رحت مغيراها وحطيته في حله كبيره. طريقه التسويه بقى هيقعد معانا لمده ساعه على النار بالظبط. نص ساعه على الناحيه دي، وبعد ما يعدي النص ساعه التانيه هروح قلبها على الناحيه التانيه. يعني مدة التسوية كلها لمدة ساعة. هنا كده خلاص كان استوى معايا بعد ساعة. هبدأ بقى أفك منه ورق الفويل زي ما انتم شايفين كده، وهاخده بقى احطه في التلاجة. انا ما اقدرش ان انا اقطعه دلوقتي خالص، لان هو طبعا سخن هيتهرم مني. هدخله بقى كده التلاجة لمدة 4 ساعات، وبعد كده اقطعه. هنا كده خلاص بعد ما بارد تماما تماما بعد 4 ساعات. طبعا هنشيل اول قطعة دي.
وابدا اقطعه بقى معاكم بالشكل ده. بصوا بقى اللون والجمال، مش قادره اقول لكم، كمان الريحه خطيره خطيره والله بجد. وطعمه كمان حلو جدا، وطعم الفراخ مش ظاهر خالص خالص خالص، طعم اللحمه هو اللي ظاهر طبعا. جربوه بالطريقه دي وامشوا على كل الخطوات، انا واثقه ومتاكده ان ولادكم هيتجننوا عليه، وفي نفس الوقت بتاكلي ولادك حاجه صحيه ونظيفه، وانت طبعا عاملاها في البيت وعارفه مصدرها ايه. بصوا المطه بقى مع اللي معانا بتاعه اللانشون، مش دايب بقى كده ومفتفت، لا 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 لا، حلو جدا جدا جدا. هستناكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. ويا ريت بقى لو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو وتشيروا الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. واستنوني في وصفات جايه كتير ان شاء الله، هنعمل حاجات كتير الفتره الجايه مع